سلام البنات الحباب ديالي، ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم تشوفوا الفيديو نتاع نهار اليوم اللي راح يكون ان شاء الله وصفات تقليديه تجليه بامتياز. راح نشارك معكم كيفاش نعمل سكسو باللحم والحميصه نتاع كل مناسبه. يلا بينا مع بعض نحضروه كيف. اول حاجه او اول خطوه راح نعملوها نجيبو طنجره باش نحطو فيها المارك ديالنا، او باش نديرو التقليه. عندنا حبه بصل كبيره او زوج حبات يكونوا كبار، رابطهم. عندي ملح فلفل اسود وبيان سور ما نساوش الزيت. نخليو هذاك البصل شويه يدبل مع الزيت على نار تكون قليله. طبعا الفيديو راهو مسرع، طبعا الوصفه ما فيهاش فقط 6 دقائق، ولكن درت المونتاج باش ما يكونش الفيديو طويل. من بعد ما تشوح هذاك البصل ديالنا مليح مليح كما راكم تشوفوا تغير اللون ديالو، رايحين نضيفوا قطع اللحم على حسب المناسبه، على حسب عدد افراد العائله، على حسب الاطباق او عدد الاطباق اللي رايحين تقدموها في هاد المره اللي رايحين تعملوا فيها هاد الوصفه. طبعا هاد سكسو باللحم والحميصه نعملوه حنا بزاف يجي سورتو في الاعراس، كما نكوروا الفرح والكرح نستعملوه في كلا الحالتين. هنا طبعا كل هذا الوقت النار نتاعي راهي قليله خلاص. نخليو اللحم تاعنا مع داك البصل والزيت تتشوح مليح مليح، تاخد تتبيله نتاعها نتاع الفلفل الاسود والبصل والملح حتى نتحصلوا على هذاك اللون البني كما راكم تشوفوا. من داك نبداو نقلبوا او نحركوا باش كل قطعه نتاع اللحم تاخد التحميره ديالها. رايحين نمركوا يعني بعد حوالي 4 ساعه او 30 دقيقه، رايحين نمركوا للمره الاولى ونخليوها تطيب على راحتها. هنا من جهه اخرى رايحه نجيب كميه من سكسو من الكسكس. انا نستعمل نوع الرقيق، ما نحبش المتوسط ما نحبش الخشين، نحب الرقيق. حتى درجه نتاع الملح حسب الذوق و بللته ولا رشيته بالماء. طبعا سكسو دابيتود ولا من المعتاد انه يضعف الحجم ديالو، سورتو لو كانت النوعيه نتاع الكسكس ولا تاع السكسو تكون مليحه. طبعا من بعد ما نشف المره الاولى عاودت بللته او عاودت رشيته المره الثانيه بالماء، وحركته هكذا بين الاصابع ديالي بين الايدي ديالي باش ما يتشكلوليش هذوك الحبيبات او الكريات نتاع السكسو يكونوا كبار وما نحتاجوهمش، ويقعد السكسو تاعنا مليح. رايحين نحبكو كما نقولوا احنا بالعاميه الجيجليه، نحبكو او نفتلو او كل واحد كيفاش يقول، حتى نتحصل على الكميه ديالي نتاع سكسو تكون حبه على حبه، يعني ماشي ملتصق. رايحين نضيفوا شويه نتاع الزيت، يعني حوالي 3 مغارف كبار اكل نتاع زيت المائده. ندخلوا مليح هذاك الزيت في السكسو نتاعنا ونحطوه في الكسكاس ولا في الصفايه باش يطيب فوق الصلصه نتاعي او فوق السكو ديالي. طبعا حنا نعملوه او في جيج العامه نعملو سكسو مرق ابيض، ماشي سكسو مرق ولا مرقه حمراء، نعملوه مرقه بيضاء او مرقه بيضاء. هنا من بعد ما طاب السكسو نتاعنا او بعد ما فار كما نقولوا حنا على البخار، رايحين نحوه ونحطوا له الماء كميه معتبره بيان سور من الماء باش يقعد لنا الطري ويقعد كما نقولوا حنا خفيف ويضعف في الحجم ديالو بيان سور. كيفاش رايحين تفتتوا السكسو نتاعكم يا الحباب؟ رايحين تقلبوا الملعقه الخشبيه نتاعكم وتحركوا غير بالعقل يعني من الفوق لتحت، وخليوه يشرب الكميه هذيك نتاع الماء للمره الاولى، ورايحين نزيدو نبللوه او نرشوه للمره الثانيه بالماء. وهذا ما كان رايحين نكرروا هذه العمليه مره اخرى. طبعا حطوه فور مرتين فقط ما ياخذش الوقت بزاف. الحاجه اللي راح تاخذ الوقت هي اللحم الحمراء، لازم تحطوها شويه على بكري باش تطيب لكم. وهذا ما كان راح نخليوه على جنب ونروح نشوفوا اللحم ديالنا اسكو دخلها طياب اسكو ما دخلهاش، اسكو يخصها ملح ما يخصوها لي زيبيز. يعني كل وحده واللوغو ديالها كي تدوك لاصوص ولا كي تدوك المركه ديالها راح تعرف باللي ناقصها حاجه.
هنا بعد ما خلصت نشفت هذاك الماء كامل اللي حطيته في السكسو، جبت ملعقه نتاع الفلفل الاسود. هنا راح تخلي السكسو نتاعك يكون منكه ويكون بنين لما يطيب على البخار للمره الثانيه. جيسبر لا فيديو راهي مفهومه حتى للان. اللي ماهيش فاهمه حاجه ولا اللي ماهوش فاهم حاجه يخلي لي في التعليقات اسفل الفيديو. كما راكم تشوفوا الكميه تضاعفت، ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني كسكاس جا معمر. هنا اللحم تاعي سابون راهي طابت، يعني حنزيد لها 5 دقائق ابان يطيب سكسو ولا يعاود الفور للمره الثانيه نطفي عليها وهذا ما كان. هنا بقات لها شويه، يعني كما قلت لكم حوالي 5 دقائق رايحه نضيف كميه من الحمص ديالي. طبعا الحمص ديالي راهو نص طياب، شي نص طياب يعني تقريبا طايب. كاين واحد النوع يتباع في الاسواق، العلبه تاعو تجي شفافه والغطاء نتاعو اخضر، مانيش متذكره الاسم. طايب ما ياخذش الوقت بزاف. ضفته للمرقه وزيت مرقت شويه نتاع الماء سخون. شفت باللي السكون تاعي نقصوا شويه الماء. هذا ما كان راح نخليها تغلي ونحط الكسكاس نتاعي مع سكسو يفور. وهذا ما كان. لما يفور سكسو نتاعي كيما راح نتفرغوه في الاطباق. طبعا انا جاوني 3 طباسة كبار، يعني تقريبا كيلوغرام تاع سكسو جاني 3 طباسة كبار. لاباس يعني معمرين بسكسو. حطيت كميه وحطيت اللحم في الوسط وحطيت الحمص هكذا عليها من الفوق. هنا قبل ما نحط السكو ديالي او لاصوص او الصلصه تاعي، رايحه نسكيه من الفوق. وهذا ما كان طبق نحبوه بزاف، الرجال يحبوه، النساء يحبوه، الدراري الكبار كامل نحبوه. ان شاء الله جربوا طريقتي في عمل سكسو باللحم والحميصه الجيجليه. واش راح نقول لكم الفيديو نتاع اللي مراه خلاص. شهيتكم في الجنه، تهلا في روحكم، خليكم دائما ايجابيين. سلام.